شوية بيتي فور بقى قمر، مقرمشين وهش وتحفة. وهنشتغل بالمكبس وهنشتغل بالقمع، وهقول لكم كل التفصيل هنا، مش هسيب اي حاجه من غير ما اقولها لكم. انا هعاير النهارده بالكوبايه، أنا قبل كده عملته معاكم بالجرام، النهارده هنعاير بالكوبايه. ده كيلو دقيق، هعاير الكوبايه 200 مللي، اعمل معايا 8 كوبايات بالظبط. وخلي بالكم بقى من المعيار عشان يطلع معاكم مظبوط ان شاء الله. اهو 8 كوبايات من الدقيق بالظبط. كوبايه ايه مليانه يعني، مش ايه. اهي 8 كوبايات. عندي ايه كمان هنا، هحط لهم كوبايه ونص من السكر البودر. السكر البودر دوت انا طحناه في البيت، وحاطه لهم معلقتين من النشا. لو انت هتجيبي السكر ده من بره يبقى ما تحطيش نشا، لان هو اصلا بيبقى محطوط فيه ماده النشا. هحط كوبايه ونص من السكر البودره. عندي دي كوبايه زبده بدرجه حراره التلاجة. وهكمل بسمنه، احط 3 كوبايات من السمنه. ولو انت هتشتغلي بزبده بس يبقى 750 جرام من الزبده، بس انا هشتغل بسمنه، ان السمنه عن الزبده بتفرق. فهتبقى 600 جرام من السمنه، السمنه تبقى اقل. الزبده هتبقى 750 جرام من الزبده، يعني كيلو الا ربع. ليه بقى؟ لان الزبده بيبقى فيها ميه، فلما بيخش الفرن هي بتتبخر. انما انت لو حطيتي سمنه كيلو الا ربع بقى هيبقى سمنته زياده جدا. بس يبقى انا حطيت عندي هنا 3 كوبايات من السمنه وكوبايه من الزبده، بما يعادل 600 جرام. هقلب بقى كويس، وهبتدي اشتغل هنا بقى بالمضرب. انا هشتغل بالمضرب حوالي من ربع لتلت ساعه، على حسب بقى ايه ما هيديني القوام المظبوط. وانا اهم حاجه تنزلي اللي فيه الجناب عشان كله يبقى زي بعضيه. اعملي كويس ونزلي اللي في الجناب طول ما انا شغاله كده. بس اكمل. وهعمل ايه هنا كمان اهو، بصوا احطها المعلقه كده ما بتنزلش، يبقى شبه الكريم شانتيه بالظبط. عندي 4 بيضات، هنزل بواحده واحده، تختفي انزل باللي بعدها. وانا بستخدم البيض كامل، انا بستخدم في البيتشفور بيض كامل، لان انا ما بحطش بيكنج باودر. فهي الماده الرافعه اللي عندي الوحيده بقى هنا هي البيض. احط معلقه فانيليا سايله، ممكن باودر، واخلط تاني كويس لحد ما ترجع ايه، بصوا شبه الكريمه خالص. احط بقى على الدقيق واحده واحده، وابتدي اخلطهم مع بعض، اجمع بس مش هعجن، اوعي تعجني. ابدأي جمعي فيه بس كده. بس خلصت. انا عندي بقى ايه، هعمل شويه بالشوكولاته. قسمت العجينه، عندي ربع كوبايه ميه ومعلقتين دقيق كاكاو من الخام، بعتذر. دوبيهم كويس، وابداي ايه حطش على الجزء اللي انت عايزه تعمليه بشوكولاته. بس اهو اهم حاجه تخلطيه كويس، وابداي برضو ايه ضيفيه على الجزء اللي هتعمليه بشوكولاته، واخلطي كويس، اوعي تعجني. بس كده. شوفين بعملها ازاي. بس خلاص خلصت. انا بقى عندي، بص انا هشتغل بدي، ده 7 اف تي. شكل الوردة ده هو ده بتاع بيتشفور 7 اس تي. بس كل حاجة النهاردة ان شاء الله هقولها لكم بالتفصيل، مش هسيب حاجة خالص مش هقولها. بس ابتدي اشكل بقى. اول واحدة دي اكيد هتطلع مش مظبوطة، عايزين يطلعوا كلهم حجم واحد. ابدأي مثلا ايه، عدي 1 2 3 وانتي بتضغطي كده عشان يطلعوا كلهم حجم تقريبا بيبقى واحد. انتي بقى لو هتشتغلي بالمكبس يبقى تحطي العجينة بتاعتك دي ربع ساعة في التلاجة، هيشتغل معاكي كويس في المكبس. بس انا هشتغل كده زي ما وريتك. بص طلعت مقرمشه وحلوه. وهنحطه بقى في فرن درجه حراره 170، هياخد من ربع لتلت ساعه على حسب الفرن بتاعك. ياخد من لون من تحت كده، وفوق الوش هياخد لون خفيف. انت راقبي الفرن بتاعك وخدي بالك منه. بس انا عندي هنا دي مربى مش اي نوع مربى بقى انت بتحبيه، او شوكولاته. بس انا الحقيقه بحب البيتي فور بالمربى. وعندي شوكولاته الوان كده بقى، جوز هند، وممكن مكسرات. خدي واحده على التانية وابتدي اعمليهم كده. بس انا بقى بحب الالوان دي بصراحه كده، هي دي اللي بحس بيها في العيد يعني. اعملي اللي انتي بتحبيه
انا بحب اعمله بالالوان دي جدا جدا، بحس بهجة العيد فيها يمكن اكتر من ولادي كمان. بص يا بنات، انا في حاجه نسيت اقولها لكم في الاول. القمع اللي هتشتغلي بيه الكيس ده من بره بيبقى قماش، من جوه شبه المشمع، عشان وانا بشتري رحت لقيت حاجه قماش خالص. القماش الخالص ده بيشرب الماده الدهنيه اللي في الحاجه اللي انت بتشتغلي بيها. وحاجه كمان، لما تيجي تخزني الحاجه اللي انت عملتيها الكحك والبسكويت، اوعي تحطيها في حاجه كرتون بتمتص برضو الماده الدهنيه اللي فيها. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده، شير كتير قوي 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 بقى الحاجات العيد دي. اشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله. سلام.